عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. اول حاجه نصلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت لكم اليوم خبزات محشيين خفاف، يقتلوا بالبنه، بواحد العجينه. صدقوني البنات تجي خفيفه خفيفه وتوجد ليه يعني ما تدلكش كامل الوقت. تبعوا معايا البنات الوصفه وطريقه التحضير. اول حاجه في ريسيبيو ولا في باسينه ولا في ليان ولا جيبي زوج كيسان حليب دافي. لهاد الزوج كيسان حنحط ملعقه كبيره خميره خبز، ملعقه كبيره سكر. حنخلي نخليها تتفاعل حوالي 2 دقائق ولا 3 دقائق. بعدها راح نعاود نولي نضيف 4 كاس زيت. هنا ضفت 4 كاس زيت. بعدها راح نضيف الفرينه بالتدريج لهذا العجينه، حوالي تدي لي حوالي 5 كيسان ونص. الملح درت ملعقه ونص قهوه، ملعقه قهوه، ملعقه ونص. هنا نلم بالفرينه حتى نتحصل على عجينه. الفرينه حوالي 5 كيسان. للحشو عندي هنايا شويه تاع الزيت، درت البصل حوالي حبه كبيره بصل، نخليها حتى تذبل كامل بعد مع شويه تاع الملح. بعدها نضيف لها حبه طماطم مقطعه رقيق. هنا مجموعه من التوابل، هنا عندي فلفل اسود، عندي ملح، عندي بابريكا، عندي حرور، وعندي توابل الدجاج. راح نحط هنا كميه من الدجاج المطحون حوالي نص صدر دجاج. هذا صدر طحنته مع شويه تاع بصل باش كي نطيبوه ما يدخلش في بعضه، يعني ما يبقاليش كي الحجره ويتفتح لي كامل. هنايا بعد ما يطيب نزيد شويه تاع الملح وندير ملعقه صغيره طماطم مصبره الهريسه الا حبيتوها حاره زيدوا ديروا الهريسه. انا درت غير شويه تاع الهريسه. هنا بعد ما خمرت لي العجينه، يعني بعد ما درت هذيك التكتوكه عاودت وليت للعجينه هذه، خليتها حوالي 20 دقيقه هكاك ولا نص ساعه. قطعتها هكا كرات صغيره. انا قطعت لي 12 كره، يعني 12 كره صغيره. هنا راح ندير لي 6 خبزات محشيين. حنكورهم كامل بهذه الطريقه ونحطهم يرتاحوا على جهه. صدقوني البنات هذا الخبزه من اروع ما يكون، حتجيك خفيفه بنينه بالبزاف. هنا حنخليهم يرتاحوا. هنا قطعوا لي حوالي 12 كره او 6 خبزات. هنايا بالنسبه لكريمه الحشو انا حنحتاج كريمه سائله، راح نخدم كريمه الجبن. هنا تقدروا ديروا كريمه الجبن ولا اي كريمه ولا مايونيز ولا اي حاجه. هنا عندي كريمه كاس كريمه سائله. راح نضيف لها كميه حوالي 100 غرام ولا 200 غرام من الجبن المبشور. عندي هنا 4 ولا 5 حبات جبن طري، جبن عادي. راح نضيف شويه تاع الملح، شويه كركم، وشويه فلفل اسود، وراح نخلط على نار هاديه حتى نتحصل على كريمه راح تجي لذيذه 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 بنينه بزاف. كريمه الجبن الاصليه، هذه هي كريمه الجبن الاصليه. هنا نحكم كره حنحلها على هذا الورق. ضروري تحلي على هذا الورق، لانه الخبزه كي تحشيها راح ما تقدريش ترديها بيدك، يعني لازم تحليها على هذا الورق. هنايا بعد ما حليتها حاولي تحليها رقيقه باش تجيك الخبزه، لان الخبزه راح تطيب تتنفخ. حليها رقيقه باش تجيك ما تجيش معجنه. هنا راح نحط هذيك الكريمه، كريمه الجبن من تحتها. كريمه الجبن هذه راح تجيب بنينه بزاف بزاف بزاف. بعدها راح نجيب الحشو. الحشو ضروري تنشفوه من الماء، يعني ما لازمش يجي ناشف، ما لازمش يجي فيه الماء. شوفوا البنات لازم يكون ناشف. نمشيه كامل بهذه الطريقه. هنا تقدروا ديروا تكتوكه وحدها، يعني بلا دجاج، ماشي شرط ديروا دجاج ولا لحم ولا بطونه ولا اي حاجه عندك ديريها، ولا تقدري ديريها غير بالطماطيش وبصل وفلفل طرشي. ولا هنا نروح للكره الثانيه نعاود نحلها، لكن نحلها اقل، يعني ما نخليش الاطراف خارجين، يعني نحلها شويه على الاخرى، تكون ناقصه شويه على الاخرى. هنا شوفوا، ومن بعد نمسح بالماء الاطراف، نمسحهم بالماء باش تلصق لي، باش كي نحط الخبزه على خدها تلصق لي. شوفوا كيفاش تجي الخبزه الثانيه ناقصه شويه على الخبزه الاولى، ومن بعد نعاود نلصق لها الاطراف بهذه الطريقه.
نلصقهم مليح بهذا الشكل ونطيبهم في طاجين عادي. شوفوا البنات، هنا هذه الخبزه الثانيه درت لها ابشرت لها الجبن. يعني هذا الخبزات تقدري تحشيهم باي حاجه عندك واش حبيتي. هنا شوفوا راني نعاود معاكم الطريقه كيفاش نقرص هذاك الخبيزات. شوفوا البنات، لازم تقرصيها مليح وتزيري عليها باش ما تجيش ما تنحلش، لانه كي تحطيها فوق الطاجين وتتنفخ راح تتحل الا ما كانتش لاصقه مليح. حاولي تلصقيها مليح وديري الماء. هنا شوفوا نحطها في طاجين بهذاك الورق حوالي واحد 3 دقائق 4 دقائق، تعاودي تقلبيها يعني طيب شويه من تحت، عاودي قلبيها ما تخليهاش حتى تتنفخ كامل. شوفوا هنايا انا راح نقلبها. وتخليها طيب من تحت وحمريها، وصدقيني تجي هايله هذه الخبزه. يعني هذه الطريقه ولا هذه العجينه راح تجيك خفيفه بزاف. نتمنى المشتركات الجديدة مرحبا بكم كامل، حبيباتي المتابعات الوفيات نحبكم كامل، شكرا لكم. نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديو واحد اخر. هذه هي خبزه المحشيه، تجيب عجينه خفيفه خفيفه ظريفه وتوجد ليه ما تشدش اليد، وتجي شابه ومشبعه وبنينه بالبزاف بحشوه لذيذه جدا. خليكم على خير البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.